أزكاس أمازيغ مباكي اليوم هو رأس السنة الأمازيغية 2975. هذا عيد وطني جديد اللي كيحتفلوا به المغاربه كاملين وغادي يتواصل مع الاجيال القادمه. 2975 كتقربنا من نهايه الالفيه الثالثه، وهذا الرقم كيعكس حجم الموروث الثقافي اللي كنحتفلوا به بفضل قرار تاريخي لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله. هذا الموروث هو مكون اساسي من تم غابيت حيث حافظوا عليه الرجال والنساء الامازيغ منذ عقود، وصاحب الجلاله كانت عنده العزيمه باش يتجاوب معهم منذ توليه العرش برد الاعتبار للثقافه الامازيغيه في خطاب اجدير 2001. إن النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية، لأنه لا يمكن لأي ثقافة وطنية التنكر لجذورها التاريخية. بترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور ديال 2011، وكذلك إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة مؤدى عنها في 2023. رأس السنة الأمازيغية هي فرصة باش نعبروا بفخر واعتزاز بتشبتنا بوحدتنا الترابية وبتلاحم المكونات ديال هويتنا، جوج ديال القيم اللي كيشكلوا توابع تاريخنا، وتاريخنا الحمد لله كبير. السنة الأمازيغية عندها دور مهم في تنظيم السنة الفلاحية، وكتعكس ارتباط قوي بين الأمازيغ والأرض. وهذه الاحتفالات هي لحظة ديال تأمل وامتنان داعين الله عز وجل بالمزيد من الخير والبركات. المغاربة عبوا على الفرحة ديالهم في احتفالات اللي تنظمت في جميع أرجاء المملكة، وكان عندي الشرف نحضر البعض منها في مسرح محمد الخامس في الرباط وفي مدينة أكادير عاصمة سوس. هذا التجاوب ديال المغاربة مع هذه المناسبة كيزيد يدفع الحكومة باش توصل المسار اللي غادي فيه لتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مجالات الحياة كما بغاها سيدنا الله ينصر.